السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده هنعمل مع بعض بسكوت التمر الاصلي، تحفة جدا. هنعمله في الخلاط. لو عندك بيضة واحدة وكوبايتين دقيق وشوية تمر كده او عجوة هتعملي الكمية الحلوة اللي انت شايفاها دي. حلو جدا وبسيط وكمان مغذي جدا للاطفال، وطعمه بجد رهيب يا جماعة، مش هتفرقوه ابدا عن الجاهز، وكمان من غير مواد حافظة ولا اي حاجة كيماوية. يا رب الفيديو يعجبكم، تابعوا لي النهاية وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد. كمان اعملوا شير للقناة عشان تكبر ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة والمقادير مع بعض. انا هنا هعمل ضعف المقدار، يعني هضرب الكمية في 2، تمام؟ لكن هقول لكم مقادير كمية واحدة، تمام؟ اول حاجة هتحطي كوبايتين الا ربع من الدقيق، تمام؟ دي متعدد الاغراض عادي، يفضل يكون دقيق مخصص للمخبوزات، وكمان يكون منخول، تمام؟ يعني يفضل انك تنخلي الدقيق. انا ما نخلتوش هنا بس ما تعملوش زيي، ونخلوا الدقيق كويس جدا، تمام؟ بعد كده هنحط عليه معلقه كبيره من الحليب البودر او معلقتين زي ما انت حابه، تمام؟ انا حطيت معلقتين من الحليب البودر وحطيت معلقتين من النشا عشان عامله ضعف الكميه. لكن كوبايتين الا ربع من الدقيق هياخدوا معاكي معلقتين من الحليب البودر ومعلقه واحده بس من النشا، وهحط كمان رشه كده من الملح، ودي كده تبقى المواد الجافه بتاعتي. يبقى كوبايتين الا ربع من الدقيق عليهم معلقتين كبار من الحليب البودر ومعلقه كبيره من النشا ورشه من الملح. نقلبهم كويس جدا ونركنهم على جنب. بعد كده هتجيب الخلاط. طبعا انا قلت لكم ان انا عامله ضعف الكميه فحطيت بيضتين، لكن لو هتعملي الكميه الاصليه هتحطي بيضه واحده بس، هتحطي عليها فانيليا سايله او كيس من الفانيليا البودر، هتحطي عليها نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت النباتي، ما يكونش ليه ريحه نفاذه، يفضل يكون زيت دوار شمس او زيت ذره، تمام؟ نص سكر ونص زيت مع البيضه الواحده والفانيليا. كده دي كده كل المكونات اللي هتضرب في الخلاط معانا. هنقفل بقى الخلاط وهنروح نضربها كويس جدا جدا. يبقى كده جهزنا مواد سائله ومواد جافه. هنضيف المواد السائله زي ما انتم شايفين كده على المواد الجافه بالشكل البسيط ده، وهنقلبهم كويس جدا بالمعلقه الاول. بعد كده هشيل المعلقه وهقلب بايديا، وزي ما انتم عارفين ان عجينه البسكوتات ما بتتعجنش خالص، بتتقلب بس من غير عجن ولا حاجه، يعني بنلمها كده وندخل كده المكونات في بعض وخلاص. هبدأ كده ألمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولو احتاجت معايا سوائل ممكن نضيف لها كده معلقة واحدة من المية أو الحليب لحد ما العجينة تتلم معايا. هوريكم كمان القوام المناسب أو القوام المظبوط للعجينة دي. انا جبت كده الخلاط اللي انا كنت ضاربه فيه المكونات في الاول وحطيت فيه كده معلقه من الميه او معلقتين، وضفتهم على العجينه كده لان حسيتها ان هي يابسه كده معايا ومحتاجه شويه سوائل. لو لقيتيها مش محتاجه سوائل او طريه معاكي زياده ممكن تضيفي لها دقيق، يعني على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدميه. في دقيق بيشرب سوائل وسمنه، وفي دقيق ما بيشربش، تمام؟ بعد كده عشان نختبرها كده ونعرف ان هي تمام، بتجيبي حته كده وتنعميها كده على ايدك وتعمليها كوره كده، لو وقتيها ناعمه كده وما بتشققش معاكي يبقى كده هو مظبوط ومية مية. بعد كده هنبدأ بقى نجهز الصواني بتاعتنا. الاول هنجهز العجوة دي انا جايباها كده جاهزة من عند العطار، تمام؟ بس لقيتها يابسة معايا شوية لان الجو شتا، فمش عايزة تتشكل بسهولة معايا، تمام؟ لكن لو في الصيف هتلاقيها بتتشكل معاكي عادي بسهولة. فالحل ايه؟ ان احنا هنفتحها وهنحط عليها كده يا اما معلقتين من الزيت او معلقتين من الزبدة او السمنة، يعني اي مادة دهنية عشان تطريها معاكي وتخليها كده سهلة التشكيل. الاول فتحتها بالشكل ده كده، انا جايباها عادي من عند العطار ده كده اسمها، تمام؟ والكمية دي وزنها 400 جرام، تمام؟ ال 400 جرام دول هيقضوا المقدار اللي انا قلت لكم عليه في الاول، اللي هو كوبايتين دي وبيضه واحده زي ما قلت لكم، تمام؟ لكن لو هتضاعفوا الكميه زي ما انا مضاعفاها في الفيديو ده فهتعملوا ضعف كميه العجوه كمان، تمام؟ بعد كده بدات اصبع العجوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، صوابع كده بالطول زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ تحاولوا على قد ما تقدروا تبقى متساويه، وحتى لو مش متساويه مش مشكله يعني، تمام؟ بعد كده بنجيب كده قطعة من العجينة. السطح اللي هتشتغلي عليه ممكن تشتغلي على بوردة بتاعة المطبخ اللي هي القطاعة اللي بنقطع عليها الخضار وكده والحاجات دي،
تمام. واللحوم ممكن تستخدمي المفرش السيليكون زي كده او على اي سطح عندك، بس المهم تدهنيه كويس بالزيت الاول قبل ما تفردي عليه العجينه عشان تتفرد معاكي بسهوله. بعد كده بنحط كده الصباع بتاع العجوه، نقلب ونقفل عليه كويس جدا، ونقلب العجينه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ونضغط عليها كده عشان نبطط العجوه جواها. تمام. تدينا كده شكل المستطيل بالشكل ده كده. بعد كده اجيب شوكه وابدا اضغط بالراحه جدا من النص كده عشان اديه شكل حلو كده زي بتاع بره. ممكن كمان تجيبوا سكينه وتعملوه كده سامبوكسات برضو زي ما انتوا حابين، في الشكل ده والشكل ده. الشكل بتاع الشوكه ده سهل جدا جدا. ببدأ كده بايدي بقيس كده مقاس 3 صوابع او 4 صوابع زي ما انتي حابة الحجم بتاعه، بس 3 صوابع بيكون حلو جدا. وبقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبساوي كده الاطراف لو في حتت زيادة بشيلها. مجهزة بقى الصواني مش بندهنها حاجة خالص لان هو في مادة دهنية كافية جدا، فالصواني بتكون فاضية خالص. وببدأ كده ارص البسكوت بتاعي، هو مش بتزيد اوي في الفرن، بس برضو لازم نسيب مسافات بين كل واحدة والتانية. تمام. رصيت بقى كل الكميه زي ما انتوا شايفين، هي بتطلع معايا بسهوله. لو العجينه مش راضيه لازقه معاكي او مش بتطلع بسهوله، ممكن تستعيني باي سكينه او اي حاجه ليها حرف كده تشيلي بيها البسكوته وتحطيها في الصينيه. هوريكم طبعا شكله دلوقتي في الصينيه بالشكل ده كده، بيكون حلو جدا جدا، وبيكون كميه العجوه جواه اكتر من العجين، فاهمين؟ فبيكون طبعا مغذي جدا لان فيه كميه عجوه كبيره. وانتوا عارفين طبعا الفوائد الكبيره جدا للتمر وللبلح. فجربوه كده للاطفال بدل البسكوتات العاديه اللي بتكون ساده. انا عملت هنا ضعف الكميه عشان نصها هعمله بالعجوه زي ما انتوا شايفين كده. نصها ده اللي هو مقدار كوبايتين دقيق، تمام، او كوبايتين الا ربع دقيق مع باقي المكونات اللي قلنا عليها. تمام. والنص التاني هشكله كويرات كده صغيرة وهحطه في الصينية، وهضغط كده على كل كورة بالشوكة واعمله بسكوت سادة عادي جدا. ده بقى لشرب الشاي، يعني اللي عايز يشرب كده كوباية شاي ومعاها بسكوتين كده سادة برضو بيكون حلو جدا. بدأت كده اعمل كل الكمية بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم باقي العجينة عملته بسكوت سادة عادي خالص. الحاجات دي في البيت بتعمل خير وبركة مش طبيعية، احسن ما تبعتي تجيبي كده اي حاجة من بره. اعملوا كده الحاجات دي، بتكون سهلة وبسيطة وبتقعد معاكي كذا يوم، مش بتشيلي هم ان انتي تاكلي حاجة حلوة او فطار او عشاء او الكلام ده كله. بعد كده بعد ما شكلت كده كل الكمية دي بالظبط اللي انا قلت لكم، المقدار اللي انا قلت لكم عليه، وهسيب لكم برده المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. تمام. كنت مسخنه الفرن طبعا قبل ما ابدا اشكل البسكوت على درجه حراره 180. نزلت الرف بتاع الفرن لتحت المنتصف. تمام. لو الفرن بتاعك حامي قوي فخليه في النص، لو الفرن بتاعك مش حامي قوي فخليه في الرف اللي تحت المنتصف. تمام، يعني القريب من تحت شويه. وهتدخلي معاكي البسكوت لحد ما ياخد لون ذهبي كده من تحت تكوني شايفاه، وبعد كده هشغليه الشوايه عشان ياخد لون ذهبي من فوق. تخرجيه من الفرن بتسيبيه لحد ما يبرد تماما قبل ما تمسكيه او تشيليه من الصينيه. هتلاقيه بيطلع معاكي بسهوله. شايفين دايب جدا جدا، طعمه تحفه. محدش يصدق ان هو معمول بالزيت من غير زبده ولا سمنه ولا اي حاجه تانية، معمول بس بالزيت اقتصادي وبسيط. يمكن الحاجة المكلفة الوحيدة اللي فيه هي العجوة، بس مش اكتر من كده. لكن هو بيضة واحدة وكوبايتين الا ربع دقيق وشوية حاجات بسيطة خالص، عملنا احلى بسكوت أولكر بالعجوة. حلو قوي قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. مستنية تقولوا لي رأيكم في التعليقات، سيبولي اي كومنت صغير عشان يكون في تواصل بينا كده ونكون مع بعض كده ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.